اللي كطرح ثاني الاسئله. فكنلاحظوا بان هناك حوالي 10 لاعبين اللي تم جلبهم في الانتقالات الصيفيه، وكان نفس العدد هو الوافدين، مع كاين لاعبين اللي فقط جاوا الانتقالات الصيفيه وغادروا في الانتقالات الصيفيه كرشيد الأوفراني اللي جا من هولندا. كذلك هناك 5 لاعبين اللي كانوا انتقلوا في الانتقالات الشتويه، فيهم 3 اللي انتقلوا في فسخ العقود، وفيهم 2 اللي كيعرفوهم كاملين اللي مازال المصير ديالهم مجهول، وهما ديال اللاعبين الكافونيين، في حين تم انتداب 3 ديال اللاعبين. هنا كاين على حسب كيف ما قال رئيس الجمعيه في الكلمه ديالو، فالمعطيات اللي تم الاعتماد عليها كثير هنا كتهتم بقيمه العقود، فكانت في التكتل الكبير اللي كينهجوا غياب التواصل ديال المكتب المسير وغياب المعطيات الصحيحه، فهادو كانوا ارقام تم الاعتماد عليهم من المؤسسات الصحفيه والمواقع الالكترونيه اللي نشرت الخبر في الوقت ديالو. فكنلقاو بان الفريق فهناك اللي ما كانوش تكراروا فما كاينش عندهم القيمه ديال العقد ديالهم. فبالنسبه كنلاحظوا بان الا جينا ناخذوا الميزانيه فتقريبا كاين هناك ما يقارب 800 مليون سنتيم ميزانيه ديال الانتدابات هذا الموسم في فريق اولمبي افريقيا، وكاين اللاعبين الهولنديين نالوا رصيد الاسد من هذا الصفقه في غياب اي مردوديه، واذا في غياب اي مردوديه ديالهم وفي غياب اي اضافه. وبالنسبه للتمثيليه الدراسه ديال افريقيا واللي قلنا بان كاين مشكل في الفئات الصغرى، فهي قضينا النسبه اللي كتثبت في اللائحه ديال 25 ديال الفريق، على اعتبار ان 5 اخرين كتحطوا فيهم الجامعات التحملات خاصهم يكونوا من فريق الامل. فالفريق دون 7 لاعبين في اللائحه ديالو بنسبه ديال 28%، رقم غني عن اي تعليق. والنسبه وكانوا لاعبين اللي ما شاركوش فقط كان على الاسم ديالهم اللي تواجد في اللائحه وتم ابعادهم حتى التدريب. وحاله ديال ايوب وليد الكرطي خير مثال، لانه كان حتى تم ابعاده من التدريب اللي اختصر فيها الفتره الاخيره فؤاد الصحفي بدعوه التركيز على الناس اللي غادي يشتغلوا باش يصوتوا الفرقه على 2022 لاعب. فهذا الجدول فكنشوفوا المردوديه ديال اللاعبين كنلقاو على حسب الدقائق اللي تم لعبها كل لاعب. الى خدينا في اكبر لاعب اللي شارك في هذه المباريات هو اسامه التبوري اللي شارك تقريبا في جميع المباريات، فقط خرج 12 دقيقه اللي تم تغييره فيها في المباراه ديال بعد مكان. في حين اذا لاحظنا الانتدابات فغناخذوا فقط مثال ديال عصام الشهيري، فهو لعب 486 دقيقه اي بمعدل 12 دقيقه كل مباراه، 12 دقيقه كل مباراه الا شارك في المباريات كامله. والى خدينا معاه جوال اليمين اللي هو لاعب ديال فئه شمال فهو لعب نفس المعدل، والملاحظ ان المردود ديالو كان احسن بكثير من المردود ديال عصام الشهيري. نفس الشيء تيتقال على خالد السباعي على نشاط الاولمبياد اللي جا حتى هو من فتره الانتدابات. كنلاحظوا بان الاغلبيه ديال اللاعبين اللي تم الانتداب ديالهم فهما ما لعبوش دقائق كثيره وما كانتش الاضافه ديالهم واضحه. ولكن حتى في اللاعبين ديال هولندا فناخذ مثلا رشيد الأوفراني فاللي كيبدا في الميزانيه ديال الفريق شي كثير سواء في الصفقه او سواء عندما تم التصريحات فهو ما لعب حتى دقيقه وغادر. نفس الشيء بالنسبه للموطن ديال الكريم اللي لعب 2 دقائق الى 35 دقيقه في المجموع، يعني معدل 2 دقائق في كل مباراه. ونفس الاعتبار على كثير من الاسماء اللي جات اللي تم انتدابها هذا الموسم، وحتى بعض الاسماء اللي تم انتدابها الموسم الماضي واللي بقات فقط في كرسي الاحتياط ولا المدرجات. النقطه الثالثه هي البنيه التحتيه اللي كتعتبر هي الاساس ديال احد اسس النجاح حتى هي. فالفريق عاش هذا الموسم وضعيه كبيره. في هذا الموسم الذي مر على نادي اولمبي افريقيا عاش الفريق وضع استثنائي وعرف هذا الشباب بايقاف ملعبه، وهي سابقه كتوقع في فريق اولمبي افريقيا ان الملعب ديال الفوسفات كيتوقف لان اللي غادا تعيش عدم استيفاء الشروط ديال اكثر التحملات. والمشكل اللي كان كبير ان الفريق عجز عن تدبير ملعب جديد مبارياته الى حين توقيع ما يمكن توقيعه، فكيطلب بركان برشيد
شويه تعدله ليتحول لمدينه الدار البيضاء اللي جرى فيها اول مباراه. ولولا توقف البطوله هو اللي ساهم في احد الفرائق من التنقل واستجلاء الملعب من الجيران. مركب الفوسفات كل شيء تعرف بانه عاجز عن توفير ابسط الشروط الضروريه والتجهيزات الاساسيه اللي كتخلي انه يحتضن مباريات الفريق. والجمهور من الوسائل من المطالبه بملعب جديد في غياب اي دور السلطات المحليه، في غياب اي من المجلس البلدي او العماله وحتى المجمع شركه الفوسفات والمكتب المسلم. وحتى الاشغال اللي تم فهي لحد الان فهي تسير ببطء. طبعا المجلس ثاني عام غادي يبداو بالرؤى وغادي ثاني التنقلات والفريق هذا الى النقطه مركز التكوين. فحتى الخصص الكبير على مستوى البنيه التحتيه انتدب الى مركز التكوين والذي لم يتمكن من فتح ابوابه طيله ابوابه للطاقات الشابه، وظل الفراغ هو المسيطر على الامكانيات الكبيره التي تمارسها لانشائه مما ساهم في تدني التكوين داخل الفريق، وهو الشيء الذي جعل اللاعبين يفكرون في الرحيل والبحث عن وجهات اخرى خصوصا امام العروض التي تلقاها ابرز العناصر الخلقيه للدخول الى مركز تكوين فريق الرجاء البيضاوي. الملحقين مع الفوسفات والارضيه المتضرره، فحالات ملحق الفوسفات لم تسلم بطورها من التدهور والتدني، تضررت الارضيه بشكل كبير. صارت احدى عقدان بالنظر الى ايام الصيانه وغياب المتابعه وحسن تدبير الحصص التدريبيه، وهما ما جعل العديد من الاطر التقنيه للفئات الصغرى تبدي تدمرها وسقطها على الحاله التي وصل اليها ملحقي مركب الفوسفات ولا مبالاه المسؤولين، لتكون النتيجه تدني نتائج الفرق الصغرى بشكل واضح وملموس. النقطه الاساسيه اللي كتكون هي ديال النجاح، النقطه الاخيره هي ديال الجمهور. فكل شيء كيعرف بان فريق اولمبيك افريقيا يتوفر على قاعده جماهيريه مهمه مستعده لبذل الغالي والنفيس من اجل المسانده ديالو. وهنا كنذكروا المركب كيفاش كيكون سواء في موسم التزويج او مواسم النسخات او مواسم الاولى من بعد التزويج، حيث انها كانت تمتد ساعات قبل المباراه. وبالعوده للموسم الحالي فالجمهور الخطوات هي لاعاده المسانده والدعم بالرغم من العديد من المعيقات. هذا الموسم عرف ميلاد ثلاثه ديال الجمعيات: جمعيه الهضبه الخضراء، جمعيه انصار الخضراء، جمعيه البيت الاخضر، ومع ما شابه ذلك من قيل الوقال. وهذه الجمعيات اشتغلت كامله وكانت ساهمت في بقاء الفريق واستغلت مواردها الذاتيه والضعيفه من اجل توفير بعض الاساليب التشجيع للجماهير وعملت كطرف مع الترا غريغوس باش يكون الفريق ويبقى في القسم الاول. والنقطه الايجابيه ان جمهور ان فريق اولمبيك افريقيا وجمهور اولمبيك افريقيا من الفرق القليله والمدن القليله اللي ما شهدتش انفلاتات امنيه، بالرغم من ان النتائج كانت كارثيه وكانت تقدر تكون هناك انفلاتات كبيره. في اللقاءات مع الجماهير الرياضيه ديال جمعيه الهضبه الخضراء في هذه اللقاءات اغلبيه ديال الجماهير او جميع الجماهير كعانوا مجموعه من العراقيل اللي كتخليهم انهم ما يوجدوش الملعب الاريحيه. فاول مشكل كان هو التعسف الذي تلقيه والطريقه المهينه والانسانيه اللي كيتم التعامل بها معهم، سواء في كيشي سواء في الطريق سواء في الباب اللي يعتبرون هذاك باب كيتحملوا غير الربع ديالو. وحرمانها من بعض وسائل الاتجاه ومنعها من حقها في ادخال بعض الرسائل التي تتوخى من ورائها الاحتجاج بطريقه حضاريه. كاين توصيات ولكن نخليهم حتى من بعد النقاشات ومن بعد الخلاصات ونتحدثوا على النقاشات.